صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع كده غريب، المناظرة اللي كانت ما بين استاذ احمد سليمان وكابتن سيد عبد الحفيظ مناظرة غريبة شوية. يعني انا استغربت الموضوع، اللي هو نعم عايز ايه يعني؟ هو الراجل بيتكلم في كام نقطة انا مش فاهمهم. يعني ايه اصلا انت كعضو في مجلس الادارة كنت مرشح على ان انت تبقى الهيد رئيس مجلس الادارة في نادي الزمالك، وتقول الكلام زي ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه مش هودي لعيبه الزمالك للمنتخب تاني؟ هو ايه؟ هو منتخب ايه ده حضرتك؟ ده منتخب مصر وانت فريق مصري. بعدين انت معترض على ايه يا كابتن؟ يعني انا مش فاهم. يعني دلوقتي في 6 لعيبه راحوا من الاهلي و5 لعيبه راحوا من الزمالك، منهم 4 لعبوا. يعني حسام عبد المجيد لعب 20 دقيقه بس 4 لعبوا. انت معترض على ايه حضرتك؟ يعني حضرتك معترض على ايه؟ بعدين يعني ايه مش هودي اللعيبه بتاعتي يعني المنتخب؟ حاجه غريبه جدا الصراحه. بعدين كان ليه برضو تصريح كده غريب، بيقول لك اللي شوبير مترشح لان هو يبقى احسن حارس في افريقيا واحسن لعيب داخل القاره، دي مجله. نعم حضرتك، يعني حضرتك عايز ايه؟ انا مش فاهم. وفعلا تصريحات غريبه. انا بحترم جدا استاذ احمد سليمان، لكن تصريحاته كانت غير موفقه بالمره. عموما انا شايف ان حسام حسن مأدي اداء كويس مع المنتخب الى حد ما مأدي بطريقه كويسه. انت وصلت لان انت تشتغل في التصفيات بتاعت افريقيا بدون هزيمه. انت كسبت 4 ماتشات وتعادلت في ماتشين. عموما تصريحات غير محسوبه، واتمنى ان احنا نحسب تصريحاتنا بعد كده. مفيش حاجه اسمها مش هودي لاعبي منتخب. حضرتك انت ده مش بمزاجك، توقف دولي رسمي موجود، فانت ما تقدرش تعمل ده. ولو عملت ده انت تقريبا في عقوبات او حاجه. انا فعلا مش عارف الموضوع، لكن الموضوع كان غريب بالنسبه لي. ان استاذ احمد سليمان اللي معروف بعقليته والمعروف ان هو عقليته كبيره ومن الناس اللي انا بحترمهم رغم ان انا اهلاوي، لكن الموضوع كان غريب جدا جدا جدا. صباح الخير يا حبايب قلبي. ان شاء الله هنرجع بقى للدوري المصري، وهنزل لكم الجدول بتاعت المباريات اللي جايه للاهلي وللزمالك، ونشوف كلام جميل هيحصل كتير. دوري مشتعل، فتره توقف الدوري خلصت، هنبدا من جديد. صباح الفل.